كايلان امبابي اللعيب اللي هيروح احتمال يعني يروح ريال مدريد ب 180 مليون يورو. ده مبلغ يا جماعه رهيب، يعني ازاي بنفكر في الارقام دي؟ في الاخر مين امبابي ده؟ وهل هو يستاهل كل الدوشه دي؟ وايه حوار ان ده هنري الجديد؟ انه اي لعيب دلوقتي بيطلع بيقول لك هنري الجديد، فهل هو فعلا يستاهل الكلام ده ولا لا؟ امبابي يا جماعه اتولد سنه 98، ودي السنه اللي فرنسا كسبت فيها كاس العالم. يعني امبابي ده اصغر مني ب4 سنين، وانا قاعد قدامك اهو. امبابي ده مهم. امبابي ابوه كان بيدرب فرقه في المنطقه او المكان اللي هو اتولد فيه، كان بيدرب الفرقه بتاعت المركز ده او الحي ده، ومبابي كان بيلم الكوره. وليه صوره يا جماعه هو في الفرقه دي، وكان الواد صغير يعني زي اسمها ايه تميمه الفريق او بتاعه، ولابس شيرت ارسنال ومش عارف ايه وبتاع، وامه كانت بتلعب هاندبول في فريق الهاندبول. اخوه اكوكو بيلعب يا جماعه في النص الاماراتي. المهم امبابي وهو صغير من سن 6 سنين 7 سنين قال لك الواد ده فيه موهبه، وابتدوا الكشافين صحاب ابوه بتاع يبصوا عليه يقول لك الواد ده حاج ابنك هيكبر وهيبقى لعيب. فخدوه زي مدرسه مواهب كده اسمها كلير فونتان حاجه كده في فرنسا، بيلموا فيها احسن ما تبع الاتحاد الفرنسي، بيلموا فيها اكتر المواهب البروميسنج اللي ممكن تفيد المنتخب، وتعالى بقى هنعلمك وناكلك وبتاع وانك تشتغل على موهبتك وتبقى لعيب كويس. المدرسه دي خرج منها انيلكا، جلس، حاتم بن عرفه، صاها، تييري هنري، ودي كانت حاجه من اول التلميذ كده تاتش مع خط تييري هنري. امبابي لعب كام ماتش مع الفرقه دي، لعب ماتشات وديه مع انديه كان، مع رين، مع كذا نادي في الدرجات اللي تحت دي. ابتدى الكشافين يبصوا عليه، فالنسيا، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ريال مدريد، يوفنتوس، كذا نادي بيبص عليه. وهنا في 2011 ريال مدريد كلموه، كان ساعتها ريال مدريد رايحين يجيبوا فاران من لانس، كلموه امبابي، كان ساعتها لسه ما مضاش قوي، كان هيمضي خلاص لكان. زين الدين زيدان كلم ابوه لان ابوه هو الايجنت بتاعه، وقعد مع امبابي قال له انا عايزك تيجي. كان ساعتها زيدان هيمسك الكاسيه، قال له تعالى انا عايزك تيجي وانا همسك وبتاع. امبابي بيقول لك انا رفضت ساعتها لانه انا كنت شايف ان لو رحت ريال مدريد مش هلعب زي حتى في الكاسيه، مش هلعب زي ما انا شايف، ومش هتطور، وانا محتاج وقت عشان العب، ومحتاج فرقه العب فيها اساسي. حاجه ثانيه قال لك ان انا فكره انه زين الدين زيدان احسن لعيب في تاريخ فرنسا بيقول لي بس تعالى، بيطلب مني حاجه وانا اقول له لا، دي كانت بالنسبه لي صعبه جدا يعني. امبابي هو نفسه بيشجع ريال مدريد، واوضته اتسربت له صور، هو اتحط صور على الانستجرام، يعني صور من هو عيل كده، في صور هتبص على الحيطه تلاقي صور لرونالدو، صور لزيدان، صور كلها ريال مدريد. ليه صوره اصلا مع كريستيانو رونالدو متصور معاه كده، وحطها لما رونالدو كسب اللي هي احسن لعيب في العالم السنه اللي فاتت. امبابي لما قعد يدور هروح العب فين وبتاع، كان ساعتها الراجل ديمتري، الراجل الملياردير الروسي ده، بيشتري موناكو. الراجل كان عنده الملياردير ده فكره ان انا اشتغل على الفريق الاول وفي نفس الوقت اطور الاكاديميه. الفريق الاول راح جاب فالكاو، راح جاب تولولو، راح جاب جيمس رودريجيز، راح جاب كارفاليو. في الفريق الاكاديميه الشباب قال لك احنا نتعاقد على ابرز المواهب الصغيره اللي ممكن نجيبها. ودي كانت حاجه امبابي وابوه، لان ابوه قلنا وكيل اعماله، هو كان شايف ان دي حاجه ممكن تطور امبابي، ممكن الولد يلعب مره واثنين وثلاثه اساسي. امبابي في اكتوبر 2015 لعب اول ماتش ليه مع موناكو، كان ساعتها عنده 16 سنه وحوالي 400 وحاجه يوم، وكسر ساعتها الريكورد بتاع تييري هنري كاصغر لعيب يلعب في الدوري الفرنسي. في فبراير 2016 حط اول جون ليه مع موناكو، وكسر ريكورد تاني برضه بتاع تييري هنري، ان هو بقى اصغر لعيب يحط جون في الدوري الفرنسي. موسم 2015 2016 امبابي لعب 40 ماتش ما حطاش غير جون واحد بس، وده خلى الناس تبتدي تقول بص الواد ده بقى ايه، ابتدى يكبر، ابتدى نشوف عليه لا الواد ده مش حلو قوي كده. انما اداره موناكو كانت شايفه ان هو تالنت ومحتاج وقت انه يتطور، بالعكس دول جددوا عقده كمان لحد سنه 2019. الصيف اللي فات بقى اللي هو صيف 2016 مانشستر سيتي اول ما مسك جوارديولا قدم عرض لموناكو ب 40 مليون استرليني. وهنا كانت الناس اللي بتشتري لعيب لسه مش باين، لسه مش معروف حاجه، بس عين الكشافين، عين جوارديولا كان عايز يجيبه لمانشستر سيتي. ساعتها ابوه رفض، قال لك لا، امبابي قاعد هياخد فرصته في موناكو، واحنا واثقين في جارديم مدرب موناكو انه هيديله فرصه. اللي حصل انه اول الموسم اللي فات امبابي ما كانش بيلعب، وقعد فتره طويله جدا لحد الشتاء ما بيلعبش. هنا ابوه طلع قال طب يا جماعه لما يبقى ابني الخيار السادس من الفرقه وما بيلعبش وقدامه ناس كتير قوي عشان يلعب، طب ما احنا كنا ممكن نروح فرقه كبيره بقى ونبقى برضه الخيار السادس، على الاقل نلعب فرقه كبيره وبناخد فلوس اكتر. وده خلى زق امبابي في شهر فبراير، فعلا لعب اول ماتش ليه وحط جول. في مارس 2017 حط اول هاتريك ليه في ميتس. ومبابي كسر ريكورد ثالث برضه بتاع تييري هنري، ان هو بقى اصغر لعيب في الدوري الفرنسي يحط 13 جون. اتقال عليه ان هو من ارسن فينجر ان هو هل هو تييري هنري الجديد؟ هو في حاجات كتيره جدا شبهه، ستايل لعبه هو بيحب يلعب تحت الشمال، بيحب يقطع لجوه، بيحب ياخد المدافعين في ظهره، بيحب يلعب ليفت وينج او مهاجم، برضه جاي من موناكو، برضه جاي من الاكاديميه بتاعت الشباب. فينجر قال يمكن يكون هو هنري الجديد. هنري نفسه قال انا شايف ان هو ممكن خليفتي، بس هو محتاج وقت، محتاج يتطور، بس الضغوطات اللي عليه دي ممكن تبطئه شويه او تقلل من عمليه نموه او تطوره. اخر
حاجه يا جماعه، امبابي ده نروح ب 180 مليون يورو، ده رقم يعني رهيب. رونالدو لما راح بكسر الترانسفير ريكورد ده، كان رونالدو عمل كل حاجه مع مانشستر، نجم الفرقه، فطبيعي نروح بالرقم ده. كذلك كاكا عمل كل حاجه مع ميلان، طبيعي نروح بالرقم ده. كذلك فيجو. انما بيل 100 مليون عملت انفليشن وعمل تضخم رهيب. بوجبا ب 105 مليون نفس الكلام وبوظت الماركت. ان مبابي ب 180 مليون في عيل، انا اسف، مهما كان البوتنشال بتاعه، عنده 18 سنه 19 سنه ولسه هتاخد منه، بس الله اعلم هتاخد منه ولا لا، ما ممكن يحصل له حاجه، ممكن ما يوصلش للبوتنشال ده، تدفع فيه 180 مليون، ده بصراحه حاجه جنون وخرافه، وممكن يقلب مع ريال مدريد، وممكن بصراحه يقدم معاهم حلو. مش هنعرف، هنشوف، الصفقه ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، بس الاكيد ان هو بيفكر احنا داخلين على سنه كاس عالم، فلازم يلعب اساسي ايا كان في موناكو او في ريال مدريد. لو راح ريال مدريد هو بيحب يلعب ليفت وينج يا مهاجم، هل بنزيما هيقعد؟ هل رونالدو هيقعد؟ ولا بيل ممكن يمشي؟ ولو بيل ممكن يمشي هل هو هيرتاح في الحته اليمين؟ هنشوف. هو عموما يعني يظبط نفسه ورستق نفسه، دخله اخوه الصغير في اكاديميه موناكو وخد رقم 10 وهنشوف. قولوا لنا يا جماعه في الكومنتات رايكم، هل امبابي فعلا هنري الجديد زي ما الناس بتقول، ولا هو وان سيزون وندر وطلع كده ومش هيكمل، او حتى هيطلع يعمل اسم حلو كام موسم كده وبعدين يقع تاني، مش هيبقى السوبر ستار اللي الناس مستنياه؟ شكرا، اشوفكم الحلقه الجايه.